بتقبض بشيك او تحويل يبقى محدش يقدر يثبت انك خدت فلوس الا بشيك وتحويل، حتى لو مضيت مخالصه ترفع قضيه وتكسبها في 10 دقائق. بالتوفيق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم محمد منير من قناه كوره اونلاين. النهارده يا جماعه عايزين نتكلم، قبل ما نتكلم في اي حاجه عايزين نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. تاني حاجه جايبين فيديو لعلاء صادق وهو بيتكلم عن عقد زيزو بالتفاصيل التفاصيل، خد كام وهياخد كام وبياخد كل حاجه، عقد خرافي. والحاجه التانيه نصب فيوتشر على بعض اللعيبه اللي عندها، اللي هو كان بوبو وسعد سمير وكريم نيدفيد. تعالوا نروح نشوف الفيديو ونرجع تاني، بس هنشوف الفيديو الاولاني بتاع عقد زيزو ونرجع وبعد كده نشوف الفيديو التاني. بينذر بأعلى درجات التوتر والاشتعال بعد ما اتسرب عقد اللاعب أحمد سيد زيزو للإعلام امبارح. تسريب عقد زيزو أشعل النار بين كل لاعبي الزمالك كله، محدش ساكت ومحدش راضي ومحدش هادي. عقد زيزو اللي ما كسبش حاجة مع الزمالك السنة اللي فاتت بعد ما مضى عقده، بعد ما زيزو مضى عقده كده كسبش حاجة خالص، لا زمالك ولا منتخب مصر. خسر كل حاجة السنة اللي فاتت، خسر لوسيل وخسر كاس مصر وخسر 2 سوبر وخسر دوري عام وخسر دوري أبطال أفريقيا، خسر 6 بطولات، لعب مع منتخب مصر، خسر تصفيات عالم وخسر. طب كسبت ايه؟ طيب انما بقى رغم ده كله عقده هو الأكبر في تاريخ الكرة المصرية من يوم ما قالوا يا كرة. عقده حاجة خيال علمي، خيال ازاي ناس فكرت في عقد زي ده في مصر. بياخد في 3 سنين فوق من 150 مليون جنيه مصري. 150 مليون جنيه مصري في 3 سنين. أول سنة بياخد في عقده 15 مليون جنيه إضافي. ليه؟ انت عقدك اوريدي ما شاء الله كبير، ليه اضافي بس؟ لا، ده ياخد كمان فوق من 3 مليون جنيه لو لعب 15 ماتش. الزمالك كسب ولا ما كسبش انا مالي، انا العبه بس. ضيع بنالتيات ولا ما ضيعش انا مالي، جاب جول ولا ما جابش انا مالي، بينافس على بطولة ولا الرابع والخامس والسادس انا مالي. يلعب 15 ماتش، اي 15 ماتش يلهف فوق من 3 مليون جنيه. يعني انت مرتبك في السنة سبحان الله 20 مليون جنيه في العقد، 30 مليون جنيه في العقد، وتاخد كمان فوقيهم 20 مليون. ليه؟ عموما على فكرة ناس كتير حسبوها، مع كل طلعة شمس الشمس تطلع كده صباح الخير 140 ألف جنيه داخلين من خزنة الزمالك لخزنة زيزو. وي الله أكبر. ويطلع بعد كده عيل أهبل يقول لك الأهلي بيجيب فلوس منين. اسأل الزمالك بتجيب فلوس منين. الأهلي بيجيب فلوس عينك. الأهلي بيدخل بطولات ويكسب ملايين الدولارات. عقد زيزو أكتر من عقد محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني. خد بالك، محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وعمرو السولية وحسين الشحات مع بعض. ايه ده؟ ازاي البلد ساكتة على الكلام الفارغ ده؟ طب خد التقيلة فوق التقيلة من غير ضرايب. الزمالك يدفع عن زيزو كل الضرايب للدولة والاتحاد الكورة ولأي جهة. الزمالك طبعا بعد ما العقد اتسرب لعيبة الزمالك كلها طابور، احنا مش راضيين عن الوضع ده ومش هناخد الرواتب الهايفة اللي بناخدها. وبعد يا جماعه ما رجعنا من عقد زيزو وكلامه عن عقد زيزو الخرافي اللي هو 150 مليون في 3 سنين، طبعا اللعيبه طبعا لما تشوف زميلك بياخد كده وفي الملعب وزيك وتلاقيه بياخد المبالغ دي وانت بتاخد اقل منه، مش بسيط، لا بكتير جدا.
فطبعا حاجه تضايق، يحصل فتنه بين اللعيبه. عشان كده خاطر كده النادي الاهلي موحد الاسعار ايه، موحد راتب اللعيبه بتاعته، فئه اولى، فئه تانية، فئه تالتة. النظام مفيش احلى منه. الحاجه التانية يا جماعه، فيوتشر بوبو ما خدش مستحقاته. قالوا له اللي هو امضي اللي انت خدت مستحقاتك وكده، وهتتراضى وهتاخد فلوسك بالدولار، وفيوتشر هيديك وي 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 طبعا مفيش اي حاجه حصلت من الكلام ده، والراجل ولا خد فلوسه ومضى ان هو خد مستحقاته وما خدش اي فلوس. طب تعالى نسمع علاء صادق شرح بالتفاصيل ونرجع تاني. كشف واقعة نصب جبارة من إدارة نادي فيوتشر. النصب ده لو تأكد يهدم النادي ويطرده من الرياضة طرد نهائي، لكن لا. بوبو كشف ان نادي فيوتشر طلبوا منه يوقع على استغنى ومخالصة، رفض يوقع على المخالصة ل 4 مليون و100 ألف جنيه، وقع على الاستغناء. بعد يومين زمايله اتصلوا بيه قالوا له وقع معانا، واحنا خلاص وقعنا على المخالصة، وهم وعدونا وهيقبضونا بالدولار. كلمة بالدولار طمعت بوبو، رغم ان نادي مصري قبض لاعب مصري بالدولار، لا ده ممنوع قانونا ودستوريا وفي كل النصوص، انما الفساد كبير. المهم بوبو مع زمايله مضى وليه 4 مليون جنيه وزياده. بعدها ما عرفش ياخد فلوسه، بكره بعده لغايه اما انفجر وكتب الحكايه وقال ان هو مش هو لوحده، ده مجموعه من اللاعبين، منهم كمان لاعبي الاهلي سعد سمير وكريم ندفد ومصطفى البدري المعارين. فيوتشر الإدارة النصابة اللي هتلعب الكونفدرالية مش كفاية عملوا كده، لا ده راحوا كمان قدموا شكوى ضد بوبو في لجنة الانضباط، وهيرفعوا ضده دعوة قضائية للسب والقذف والتشهير. عايز اقول لبوبو حاجة، انت كنت بتقبض ازاي يا بوبو؟ لو كنت بتقبض بشيك او تحويل يبقى محدش يقدر يثبت انك خدت فلوس الا بشيك وتحويل، حتى لو مضيت مخالصة ترفع قضية وتكسبها في 10 دقايق. وبعد يا جماعه ما رجعنا من الفيديو اللي هو علاء صادق بيتكلم عن تفاصيل، بيتكلم عن بوبو وكريم ندفد وسعد سمير ان هم ما خدوش مستحقاتهم، ونادي فيوتشر تقريبا كده نصب عليهم وما ادوهمش اي فلوس، ومش عارفين هي الحكايه دي ايه اللي بيحصل ده، ايه اللي بيحصل ده، احنا مش عارفين. ودي يا جماعه كانت نهايه حلقتنا، واستنونا في فيديو قادم جبار في البث المباشر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش الصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام.